الروسية التي تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع، ردا على الرشق بالحجارة من قبل المحتجين على قرار نقل 39 متهم في قضية إسناد النادي المصري إلى سجن خارج بورسعيد. الأوضاع يعني حتى الآن لم تهدأ منذ 9 صباحا، كما تم يعني حرق سيارة شرطة. وأكد لنا وكيل وزارة الصحة بورسعيد أن الإصابات والاختناقات تعدت أكثر من 150 مصاب بالاختناقات، منهم ضابط القوات المسلحة في الصباح الباكر في 9:30 وجنديين وأمين للشرطة. أحمد، هل تتوقع أي خطوات تصعيدية من قبل المحتجين في الساعات القليلة القادمة؟ أحمد، يعني كما تعودنا في مثل هذه الأحداث وفي مثل هذه الاشتباكات، كلما يعني أقبل الليل كلما زادت سخونة الأوضاع، إذا كان ذلك متوازيا مع تجاهل تام من القيادة السياسية أو من أي تنفيذي في بورسعيد على اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تهدد من الاحتقان في الشارع. إذا زاد هذا التوازي وزاد هذا التجاهل، فيعني بالفعل سوف يؤدي ذلك إلى الاحتقان الزائد، ومن الممكن ومن المتوقع أن تزداد الأحداث إذا لم تصدر قرارات تهدد من احتقان الشارع البورسعيدي. شكرا جزيلا. الصحفي أحمد الجمال كنت معنا من